السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة كده نزلنا عند الطيور. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس وتدوسوا لايك وعشان يوصلكوا كل جديد. صلوا على النبي يا جماعة واشتركوا في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة. فيديو النهاردة زي ما انتوا شايفين كده نزلنا عند الطيور. كنا الطيور. صلى على النبي. انا باكل الفراخ وبعدين هاكل البط زي ما انتوا شايفين كده. متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتدعمونا بكلمة حلوة، تكتبوا لي كومنت حلو. اهو هنا هنوكل البط، بطات الصغير بتوعتنا، وكمان هنذبح من الطيور النهاردة. اها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بقى البطات الصغيرين دول بقى احط لهم اكل لوحدهم بعيد عن الطيور الكبيرة يعني وكده. وبس هنا بقى زي ما قلت لكم ذبحنا من الطيور بتاعتنا. هنا بننضف الديك بتاعنا ده ديك رومي يا جماعة. اهو بننضفه. مهم. ده هنا بقى ببتدي برضو انا اقطعه. ببتدي كده ان انا هنا هو بنضف الزيادات كده عشان لو اي حاجة عشان الزفارة وكده، حاجات اللي ملهاش لازمة بحوش. مهم. بشيل المؤخرة دي عشان ملهاش لازمة طبعا عشان الزفارة. هنا بقى او بشيل اي حاجة ملهاش لازمة فيه كده وبغسله تحت المية. مية تحت المية تحت الحنفية كده. اهو كده اي حاجة بنضفها بقى بنضف. كل حاجة كده بنضفها، الجنصة والكبدة، ونضفت الفرخة. ال-
اهو زي ما انتوا شايفين كده. متنسوش تصلوا على النبي يا جماعة وتشتركوا في القناة وتشجعوني كده. نضفته وبعيد عليه تاني في اي حاجة كده، لو في شعر كده بشيله، اي حاجة تاني بعيد عليه تنظيف تاني يعني. وبس هنا كده برضو بنضف الحوايج دي كده. مهم. كده هنا باجي عشان الزفارة بحط ورق لورا، وجربوا يا جماعة بتشيل الزفارة خالص. ورق لورا بصلاية كده بقطعها شرايح، وبحط ملح وسكر، وبحط في مية بنقع في المية دي يعني مدة ساعتين كده أو أي حاجة. ملح وسكر.